اسمي أحمد حبيب حرسي بري، متخرج جامعة إسلامية. أتيت في الصومال ونشأت وترعرعت هناك. عملت تقريبا 3 سنوات ونصف، وسويت عمرة أكثر من مرة. أما الحج 3 سنوات مع سهل عمرة. عملت الحج قبلها في الجامعة الإسلامية، حجيت 4 مرات. والله اللغة الصومالية واللغة العربية، وشوي أفهم باللغة الإنجليزية. ما أقدر أن أرد لكن أفهم كل شيء. كشخصيا، أولا وقبل كل شيء أروح المطار وأرحب بهذا الناس الجماعة التي تأتي. بعدين الأمر الذي أنا أسويه كشخصيا هي التوجيه والإرشادات، وأن أحاول أن يعني أخدم حسب قدر استطاعتي، يعني أن أقنعهم وأقول لهم ماذا تحتاجون. وإذا ما فهمت شيء يعني أكلم أخ مهد أقول له وش قالوا كذا، هو الذي يعني دائما يكون بيننا وبينهم. يعني في تحديات كمثل ضيق الأماكن والتعب وشدة الحرارة بالشمس. يعني المكان اللي تعودت أن تنام ما تقدر أن تنام، نوم قليل. يعني الحج لابد أن يستعد للحج. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج يهدم لما قبله، وهذا الشيء يعني هو شيء يحتاج، ويعني لابد أن يكون أن تستعد هذا الأمر بشكل هيئ وبشكل جميل. يعني أنت تحصل شيء كبير وأجر كبير، لابد أن تتعب. لكن الأمر الذي تعلمته في الحج هو الأمر اسمه يعني شيء اسمه الصبر. والله أنا بالي دائما أحب كشخصيا أن أساعد الناس، يعني في أي مجال من الحياة أحب هذا المساعدة الناس، يعني لكي أكسب وأحصل أجر من الله عند الله. يعني كوننا شباب، الأمر الذي يضيفنا أن نعمل بمجموعة أما كمجموعة واحدة هو النشاط وحب العمل، وما يعني يكون كل شخص يشتغل بمجاله الخاص له وما عنده عجز وأشياء أخرى. بشركة والله رأيي الحمد لله رب العالمين، هي شركة كبيرة يعني تشتغل لأجل الله ولمجيء الحجاج لكي تؤدوا فريضة من فرائض الله في الحج، وتكسب أجر كثير إن شاء الله بإذن الله.